السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. كنرحب بالمتتبعين الاوفياء القناة وصفات مجربة فعالة. كنشكركم على الدعم ديالكم الدائم والمتواصل. بالنسبة للوصفة ديال اليوم حبيت انني نشارك معكم وصفة للتبييض الفوري. غادي تبيض لك البشره 5 درجات وغادي تهنيك من الاثار ديال الشمس ومن الجفاف اللي كيكون بالبشره. كيبان الفرق من الاستعمال الاول ديالها بمكونات بسيطه جدا بدون اي تكلفه، موجودين في اي دار مغربيه وفي اي دار عربيه. اول مكون اللي غادي نحتاجه في الوصفه ديالنا هو دقيق الزرع، يعني راه موجود في اي دار دقيق الزرع. وغادي نحتاجه ايضا عفوا النسكافيه. تقريبا الساشيه الصغيره ديال النسكافيه غادي تحتاجوا نصف ملعقه من النسكافيه وملعقه ونصف من دقيق الزرع. دقيق الزرع وملعقه واحده او نصف ملعقه من النسكافيه. غادي تخلطوا المكونات جميع وغادي تضيفوا لهم عصير الليمون، اي ليمون البرتقال، يعني ماشي الحامض، عصير البرتقال. حيت بعض الدول كيقولوا الحامض الليمون، وحنا بالنسبه كمغاربه كنطلقوا على البرتقال الليمون. المهم غادي تاخذوا العصير ديال البرتقال، غادي تعصروه تقريبا الكميه والقياس اللي غادي يكفيكم باش انكم توجدوا الماسك ديالكم. غادي تعصروه بهذه الطريقه، راه غادي تشوفوا النتائج ديالو فوريه. يعني غادي يحيد لكم التصبغات ديال الشمس، الاثار ديال الشمس، وغادي يحيد لكم الخلايا الميته بالبشره، وغادي يحيد لكم الاثار ديال الحبوب، وغادي يصفي لكم البشره ديالكم 5 درجات. وهذا الشيء كيظهر من الاستعمالات الاولى للوصفه. غير جربوه ما غاديش تندموا عليه، يعني ما عندوش شي اثار جانبيه، مكونات طبيعيه جدا. يعني الليمون مكون طبيعي 100%. بالنسبه لهاد الوصفه البنات راه وصفه رائعه جدا، ما تخافوش منها، راه النتائج ديالها كتظهر من الاستعمالات الاولى. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديال الوصفه غادي ديروها 2 الخطرات في الاسبوع، يعني غادي ديروها بالليل ماسك وغادي تخليوه تنشف وتقوميو البشره ديالكم. لكن بالنسبه للبشره الحساسه غير ديرو وتغسل بالماء الفاتر، يعني ما تقوميش الوجه ديالها البشره الحساسه. وبالنسبه للبشره العاديه او المختلطه او الدهنيه يمكن ليها تقومي الوجه ديالها عادي جدا. وراه الاوساخ التصبغات اللي كيكونوا في البشره غادي يتزولوا نهائيا من الجسم ديالكم او لا من البشره ديالكم. كنشكركم على التتبع ديالكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه ودعموني بلي لايك باش الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. ما تنساوش التعاليق ديالكم، تكتبوا لي في التعاليق الاراء ديالكم حول الوصفه والنتائج ديال الوصفه على البشره ديالكم. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم.